عليك درتي ولاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. عندي معكم واحد الوصفه ديال السلو. كنت فايت لي شاركته معكم، ولاني هذا بوحدو، هذا داكشي ديالو بوحدو غادي نخلطو بواحد التخليطه من غير ديال عم نول. ما غندير فيه لا عسل لا هادي لا هادي، غنخلطو بواحد التخليطه. بقاو معايا تبعوا الفيديو وانتم غادي تشوفوا باش عفوا. واخا ما شاركتش معكم انا يديا بوحدي، ما بحال دابا اللي جبت كنقليه ونديرو، اللي جبت كنغسلو ونقيه ونقليه ونرميه في الطحين حتى ساليت عندي باش كتجيني داكشي ساهل. عندي هنا كيلو ونص ديال الطحين، نص كيلو د الشوفان، ربعة د إيلان، 100 ريال مخلطه ديال حبه حلاوه والنافع، معلقه كبيره د القرفه، كيلو ونص ديال الجلجلان، كيلو ونص ديال الكاوكاو، وربع كيلو ديال اللوز غير مسحتو وطحنتو خضر ورميتو فيه، والطباقي خديتو قليتو وحمرتو. غادي نرميه هكاك في السلو، غادي نرميه. هذا كيلو الا ربع، وخديت ربعه منه طحنتها خضره ورميتها في هذا السلو. وراه كيجي واحد السلو ما تشبعوش منه، كيجي ملوك. غير نصيكم هاد التخليطه باش غنخلطو، غير تمشيو تشريوه، ما تشريوش الغالي، شريو غير رخيص ولكن شموه ما تكونش فيه الريحه، حيت هذاك ديال اللي كتكون فيه الريحه غير كطور في السلو كتجي فيه الريحه. وداك الاخر المعجون تمر المعجون عاود كيدير فيه الريحه. لا، انا شريتو ونقيتو حيدتلو العظم، كيلو نقيتو حيدتلو العظم، وغادي نطحنوه ونخلط به. انا ما كنشريش هذاك المعجون ولا هذاك الاخر اللي فيه الريحه، هذا ناشف ما فيهش الريحه، وكيجيب واحد التعليكه كيعطي السلو. ما تصورش كيفاش كتجي واحد التعليكه. دابا ندوزو ان شاء الله نطحنو كندوزو كناخدو شويه ديال الزيت وكنرميو التمر حتى كيتلوك حتى كيتعلك مزيان. صافي من بعد ما نطحن التمر ديالنا هو تلوك، راه ولا ملوك زوين. هذا التمر علاش كنروي به؟ التمر صحي واصلا السكر راه ما مزيانش للذات. ها شوف كيف كيولي ملوك. هكذا كيجي السلو ملوك. صافي كناخذوا هذا كنطحنوا عاود كنكملوا وكنستمروا حتى كنكملوا التمر ديالنا بالطحين، وعاد ندوزو نرويو. التمر راه صحي. انا هاد العام ان شاء الله ما غنديرلوش كاع السكر نهائيا، غادي نروي غير بهاد التمر. غنستمروا هكا تنساليو الطحين ديالنا بالتمر باش ما نديروش الصداع. بعد ما سالينا التمر ديالنا بالطحين كيفاش كيجي بحال الحلوه الفلاليه. كيجي معلك.
نتمنىكم تجربوه هكا غادي تشوفوا كيف كيجي. راني جربته حيت شويه في الاول درتو غير بالتمر وعجبهم الدراري، قالك صافي ما بقيش ترويه لنا حنا بالسكر. صافي التمر باش غنبقى نرويه ان شاء الله الا عشنا لنا الله. وكنزيدو هذا كيلو لار ديال اللوز، كنهزو غير شويه باش نذوقو. صافي كنرويوه هكا نصامرو حتى نرجعو معكم ان شاء الله. بقاو معنا ما تمشيو لين. من مور ما قداتنيش ديك البانيو، من مور ما رويناه هادشي كله تبارك الله راه غير نص لتر الزيت مع داك التمر كفاه وشاكلو. شوفوا التعليكه ديال التمر ها ما فيش ليدام نهائيا. ها نص لتر الزيت اللي زدت مع داك التمر. وكنتمنىكم اللي مازال ما روات السلو ديالها دير له الطريقه هذه وراه غترحمني عليها ان شاء الله. راك عليه ما درنا له لا سكر لا والو، غير داك التمر والزيت ناقصه كيطيح اقتصادي، وغير داك التمر رخيص كيدير غير 400 ريال 20 درهم. ها تبارك الله كيجي ملوك. يلا ها السلو ديالنا معكم. ها هو تبارك الله جا معلك ملوك. كنتمنى اللي شافوا يدخلوا عليه بالتيسير وبالربح ويشوفوا بالصحيحه والسلامه ان شاء الله. واللي ضاقوا عقبال لا منعاش وياكلوا بالصحيحه وبالهنا وبالتيسير ان شاء الله. واللي ما ضاقوش حقوا في الجنه ان شاء الله، جنه الفردوس حقوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وراني ما بغيتش نصور ولاني قلت عاوتاني هاد الوصفه درتها وعجباتني نصورها. واللي ما ضاقوش حقوا في الجنه ان شاء الله يا ربي، واللي ضاقوا ياكلوا بالصحيحه وبالهنا ان شاء الله. وها السلو ديالنا معكم شو كيف جا كله قوام تبارك الله. لحقاش رمضان هذا والصيام ما كناكلوش الطحين غير كيجمع لنا غير كيلبي لنا سلو صافي. ها هو تبارك الله كيف جا. ايوا ما تنساوناش من جيم ومن لايك وشكرا، ونتلاقاو في الفيديو الجديد ان شاء الله.